وانتهت مباراة الفرص الضائعة بين جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية. الله يسامحك يا فيتوريا، الله يسامحك يا فيتوريا، الله يسامحك يا اتحاد الكورة، الله يسامحكم يا لاعبين منتخب مصر يا رب. هنفضل نعيط على البطولة دي طول عمرنا. أسهل بطولة في تاريخ كأس أفريقيا، أسهل بطولة. ضاعت مننا فرصة لتحقيق التامنة. بس يلا هنفضل نبكي على اللبن المسكوب احنا كل شويه كده. ان شاء الله ربنا يوفقنا في اللي جاي. مليون مبروك، مليون مبروك لكل الجماهير اللي كانت بتشجع جنوب افريقيا النهارده. تستاهل جنوب افريقيا تكون في المركز الثالث، مع ان الكونغو كانت ماسكه المباراه وضيعت فرص كتير. الفرقتين ضيعوا مباراه الفرص الضائعه بجداره. ويليامز عوض اللي حصل في المباراه اللي فاتت بتاعت نص النهائي، وصد النهارده الكوره الاخيره اللي كان لو الكونغو حطت الهدف ده كان زمانهم اخذوا المركز الثالث. بس اخر ركله للكونغو صدها ويليامز، وبعد كده بداوا يلعبوا كوره وكوره. ويليامز صد برضو وصعد بجنوب افريقيا للمركز الثالث. الف الف مبروك جنوب افريقيا، هارد لك منتخب الكونغو. جايين من بعيد انتوا، دي صبر صراحه. ما كانش حد متوقع خالص ان انتوا توصلوا للمرحله دي. الحصان الاسود الكونغو الديمقراطيه حصان اسود، طلع منتخب مصر، لعب بطوله كويسه، وكان على وشك ان هو يحقق المركز الثالث في بطوله افريقيا السنه دي. بكره بقى هنشوف اللي هيتم بين كوت ديفوار وبين جنوب افريقيا، وهنشوف السيناريو اللي ماشي مع كوت ديفوار، السيناريو السالك ده اللي ماشي مع كوت ديفوار من اول بطوله هيكمل معاها، وهل هتكسب البطوله فعلا قدام جماهيرها وعلى ارضها، ولا جنوب افريقيا هيكون لها راي تاني في الموضوع ده. انا توقعات اتمنى ان كوت ديفوار تكسب البطوله وتفرح الجماهير اللي موجوده ديت. تنظيم البطوله في كوت ديفوار رائع جدا، استمتعنا بتنظيم البطوله بصراحه. الملاعب ممتازه، كل حاجه رائعه في البطوله ديت. بس كان ينقصنا ان منتخب عربي يوصل للنهائي ويكون مشرفنا في المباراه النهائيه، زي قطر والاردن لما شرفونا النهارده وهم بيلعبوا نهائي كاس اسيا 2023 المقام في قطر، واخدته قطر النهارده وفازت بالبطوله. يلا ان شاء الله متعوضه الفرق العربيه في البطولات الافريقيه، ونتمنى نشوف الافضل للفرق العربيه الفتره اللي جايه ان شاء الله. سلام.